فتح صندوق لأحدث أجهزة فيفو الواي 31 دي. الجهاز بيجي إمكانيات كويسة جدا بالنسبة للفئة السعرية الخاصة بيه. هتقدر تاخد توليفة كويسة بالنسبة للأجهزة الموجودة في الفئة السعرية، هيبقى فيها تضحيات بسيطة جدا لكن فيه مميزات كتيرة بالنسبة للجهاز، زي البطارية 7200 ملي أمبير، الشاحن 44 واط المرفق بالصندوق، كمان المعالج 6S Gen 2 قوم للماء والأتربة IP69، بالإضافة اللي معاه شهادة الحماية العسكرية SGS، يعني الجهاز معاك مقاوم للصدمات وكمان مقاوم للمية بكل أنواعها، وخاصية اللاود سبيكر اللي تسمح لك ان انت ترفع الصوت 400% عن الصوت الطبيعي. هنكمل مع بعض فتح الصندوق. هتلاقي الجهاز بيبقى عليه طبقة كده زي السلوفان، هنفكها مع بعض. هنلاقي فيه صندوق الجهاز بتاعنا داخل الكفر اللي كان موجود عليه. الكفر متوضح عليه اللونين الخاصين بالجهاز، ومن الأعلى بيبقى متوضح النسخة اللي موجودة منه. النسخة اللي معانا هي نسخة 8 جيجا رام مساحة 256، ودي معانا حاليا باللون الأسود، لكن الكفر ذات نفسه بيبقى موجود عليه اللونين الخاصين بالجهاز. أول ما هنفتح البوكس بتاعنا هنلاقي التليفون أول حاجة موجودة قدامنا. أول ما هنشيل الجزء البلاستيك اللي موجود هنلاقي موجود معانا الكفر الخاص بالجهاز، والكفر هنا كويس جدا مقاوم للصدمات، مش كفر بس ضعيف كده، لا كفر كويس جدا بيحمي الأطراف بتاعة الشاشة وبيحمي الجناب بتاعة الكاميرا. مجموعة كتالوجات الخاصة بالجهاز، والشاحن بتاعنا اللي هو الشاحن 44 واط مرفق بالصندوق. الشاحن هنا سريع جدا على الفئة الخاصة بالجهاز. هنا الخاصية بتاعة الشحن السريع، هنا بتقدر ان انت تشحن بيها البطارية العملاقة دي في وقت قصير جدا. بيبقى معانا الشاحن ومعانا الكيبل الخاص بيه، وده هنشوفه في المراجعة الكاملة بتاعة الجهاز. هنوضح التجربة كاملة سواء في الاستخدام، المشاهدة، في الألعاب، ده هيبقى في المراجعة الكاملة إن شاء الله الخاصة بالجهاز. هنرجع للجهاز بتاعنا. هتلاقي الجهاز بتاعنا معانا هنا الجهاز باللون الأسود، هو بيتوفر بلونين، اللون الأسود واللون الجولد. المميز في الجهاز بتاعنا هنا اللي هو بيبقى طبعا أول ما هتطلعه هتلاقي عليه سكرينة مثبتة من قبل، والجهاز هنا جاي بالنظام الأوريجين على طول. الأو اس ده أحدث واجهة من واجهات شركة فيفو، متوفرة حاليا بشكل جلوبال، لكن هنا نعتبر من أوائل الأجهزة بعد الواي 05 اتوفر عليها الواجهة الجديدة بمميزات أعلى طبعا بسبب فرق المعالج الأقوى. هنا هنفتح الجهاز مع بعض من الزرار الجانبي اللي هو في نفس الوقت ده البصمة. التصميم بتاع الجهاز شيك جدا، وفي نفس الوقت بيبقى اللون فيه مجموعة كده نقدر نقول نقط مضيئة. بيبقى فيه الرينج لايت موجودة من الخلف. الكاميرا التانية بيبقى فيها الاي ار سنسور اللي هو بتاع الريموت، تقدر تتحكم في التلفزيونات. وزن الجهاز مش خفيف ولا هو تقيل بالنسبة للتليفون، فيه بطارية بليد. فحجم الجهاز كويس جدا، الماسكة بتاعته متوازنة، توزيعة الوزن بتاعه كويس جدا. اول ما هنفتح هتلاقي الواجهة الجديدة بتاعتنا بتاعت الاوريجين. هنبدأ نعمل لها سيت اب سريع كده مع بعض. بس قبل ما نعمل السيت اب، الحواف دي بتاعت الشاشة من فوق ومن تحت، وبوضح لكم كده الجزء الخاص بالسكرينة حوالين الجزء بتاع الكاميرا. الحواف بتاعت الجهاز مش اقوى حاجة، يعني نقدر نقول عليها كبيرة نسبيا، خصوصا الجزء اللي تحت مقبولة جدا، خصوصا ان انت بتاخد مجموعة مميزات اعلى من الشاشة. هنا تركيز الجهاز الاساسي زي ما احنا وضحنا ان انت تاخد تجربة متوازنة، يعني تاخد بطارية كويسة مع شاحن سريع مرفق في الجهاز، مع معالج كويس جدا في الأداء اليومي، وحتى كمان في الألعاب في بابجي تقدر تاخد أعلى وقت المشاهدة بتاعة الأفلام، أطول وقت لمدة الألعاب. جهاز برضو فيه اي ار سنسور. الجهاز كإمكانيات كويس جدا بالنسبة للفئة السعرية بتاعته. زي ما احنا شايفين مع بعض، احنا بنكمل حاليا السيت اب. السيت اب بتاع الجهاز هنا سريع، يعني مفيهوش أي مشكلة، تقدر تعمله تقدر تعمل اسكيب لحاجات كتير جدا. ده هنا جزء بيبقى فيه مجموعة تطبيقات مقترحة تقدر ان انت تعديهم عادي، مفيش اي مشكلة فيها. الواجهة الجديدة بتاعتنا بيبقى شكلها كويس جدا، تقدر وفيها مميزات كتيرة جدا، ممكن نعمل لها فيديو مخصص ليها. بس اللي انا عاوز اوضح له الجهاز بيجي معانا هنا على طول على اندرويد 16.
ودي حاجة كويسة جدا بالنسبة اللي احنا معانا الواجهة الجديدة اللي هي الأوريجين او اس. وفي نفس الوقت على اندرويد 16 فانت حاليا معاك أحدث نسخة من نسخة الأندرويد وأحدث نسخة من واجهة شركة فيفو، وده هنشوفه مع بعض في فيديو تاني، فيديو هنشرح فيه أهم مميزات السوفت وير. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأشوفكم في فيديو تاني.